السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا بكم. في الفترة الأخيرة انتشر أجهزة كتير من المتحولة 360 درجة بين كل الشركات. أكتر موديلين لفتوا انتباهي هما الموديلين HP EliteBook 1030 G7 و 1040 G7. الموديلين متشابهين تماما، الفرق ما بينهم فقط في حجم الشاشة والوزن. يعني بتكون الشاشة 14 بوصة في الموديل 1040 وبتكون 13.3 بوصة في الموديل 1030. والجهاز ال 1040 وزنه كيلو 320 جرام، أما الجهاز ال 1030 وزنه بيكون كيلو و210 جرام. اللابين دول شفت فيهم إمكانيات ممتازة جدا، كان لازم نتكلم عنها لأن الإمكانيات دي في ناس كتير مهتمة بيها. تابع معانا الحلقة للنهاية عشان ما ينفعش يفوتك جزء فيها، لأننا هنقدم لحضراتكم ليه هم أفضل أجهزة في الجيل العاشر متحولة 360 درجة. بس ما تنساش تثبت حضورك بلايك وشير للفيديو عشان الدعم لينا، ونتمنى من ضيوفنا الأعزاء اللي أول مرة يشاهدونا الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. معاكم أنا ضياء آغا، وشرحنا لكم من فترة النموذج السابق له هو 1040 جي 6. وضحنا كل معايير كفاءته وليه أيضا هو موديل متميز في الجيل الثامن. HP في الموديل ده حافظت على الجسم القوي، والجهاز مصنع من الألومنيوم والمغنيسيوم، وأضافت عليه بعض اللمسات تخليه مختلف عن الجي 6 لأنها نحفت حواف الشاشة، وده خلى الجهاز أصغر من الجي 6 بحوالي 6%. نيجي لإمكانياتهم المتميزة اللي مخلياهم متفوقين على أي جهاز في الجيل العاشر، إن HP جعلت الكاميرا شاتر أو غالق الويب كام بزر في الكيبورد مش يدوي من أعلى. كمان خلت زر الطاقة في الكيبورد عشان مشاكل الزر اللي في الجنب اللي معظم المستخدمين بيشتكوا منها في الأجيال السابقة. هما بيشتكوا إن أثناء مسك الجهاز بيحصل إن بيتم الضغط بالخطأ على زر الباور وبيطفوا الجهاز أو بيخلوه في وضعية النوم. بس برضو HP ما سلمتش من المستخدمين. حاليا هم بيشتكوا إنهم مش بيعرفوا يطفوا الجهاز في حالة وضعية الطي أو التابلت، لأن لوحة المفاتيح بتكون فاصلة، وبيقولوا إننا مضطرين نعيد طي الجهاز لابتوب عشان نطفي الجهاز. من المميزات أيضا الروعة إن زر بصمة الإصبع أصبح في لوحة المفاتيح، وفي زر لإطلاق مواقع الويب أو التطبيقات أو فتح الملفات. الكيبورد نفسها ملمسها فيه طابع مطاطي وملمسها هادئ، وده بيسمح بالكتابة بشكل ممتاز جدا. كذلك التاتش باد أصبح واسع جدا وزجاجي ومريح، بيسمح بإيماءات الأصابع بكل دقة. كمان من المميزات الروعة في الجهازين إنهم مجهزين يشغلوا الكويك دروب، وده التطبيق البديل ليورفول، تقدر تستخدمه في نقل البيانات بين اللابتوب وأي جهاز أندرويد أو iOS بسرعة. كمان في ميزة رهيبة في الموديلين دول وهي موجودة في ديل وموديلات تانية، وهي خاصية الوعي بالوجود أو A Time of Flight Sensor. الخاصية دي بتخلي الجهاز تقعد قدامه يشتغل تلقائي وتقوم من قدامه يقفل الشاشة، وهي مرتبطة بالفيس اي دي أو تشفير الجهاز بالوجه. طبعا الجهاز بيجي بكامل مزايا الحماية ل HP من الشور ستارت والشور كليك والشور سينس، وكلها خواص حماية عالية جدا ذاكرينها بالتفصيل في حلقة HP EliteBook 645 G9. والمهتم يعرف التفاصيل دي موجود رابط الحلقة في صندوق الوصف. بالنسبة للمايك بتاعهم متميز أيضا، لأنه بأربع رؤوس، 2 منهم للخلف و2 للأمام، ده طبعا لنقل كامل الإحساس بالاجتماعات، وكمان بيعمل على تنقية أي صوت جانبي وبيظهر الصوت واضح جدا ثماني الأبعاد. ميزة ممتازة أخرى هي هواء الإرسال أو أنتنة الدبل لان، موجودة في الجزء العلوي، بيخليه إنه بيستقبل أي واي فاي من مسافات بعيدة جدا وبدقة عالية. معالجات ال 1030 وال 1040 ذاكرين إنهم في الجيل العاشر ومتدرجين ما بين كور اي 5 حتى كور اي 7، ومتفاوت القوة بسبب تعدد المعالجات. معالجاته أداها سريع جدا عن أجهزة كتير متماثلة في الموديلات الأخرى، على سبيل المثال الكربون اكس 1 من لينوفو. كذلك هو أعلى من ديل لاتيتيود 7410، نظرا لأن الرامات مدمجة في البوردة، ودي بتدي سرعات أزيد في الأداء للمعالج، وكذلك كارت الشاشة الانتل المدمج فيه. أجهزتنا بتيجي برامات 8 أو 16 أو 32 جيجا بايتس، ودي بتكون DDR4. الرامات بتكون مدمجة في البوردة، وفي ناس بتعتبرها عيب إنها غير قادرة على ترقية الرامات، بس خليني أقول لك إنك مش هتحتاج إنك تعلي الرامات، لأن الرامات المدمجة بتدي سرعات أعلى. بالنسبة للتخزين بيشيل هارد واحد فقط M.2
ومجهز بواجهة ال PCIe، يعني يقدر يشيل NVMe مش SSD فقط. نيجي للشاشات، ذكرنا الاختلاف في حجم الشاشة للموديلين، والشاشات بتاعتهم إما UHD 4K أو Full HD IPS، ومتدرجة زي ما احنا موضحين في الصورة حسب الإضاءة وعدد الشمعات وخاصية الشور فيو ريفلكت، ودي خاصية حماية للشاشات من الرؤية الجانبية وذاكرينها كتير في حلقات سابقة. نيجي للمداخل في الموديلين، موجود في الجهة اليمنى مدخلين USB Type-C والثاندربولت، وكذلك موجود USB 3.1 Generation 1 Charging Port، وللعرض على الشاشات موجود HDMI Port. نيجي للجهة اليسرى، موجود مدخل السيم كارد لداتا الموبايل، ثم مدخل مايك وسماعات مزدوج أوديو كومبو جاك، ثم مدخل USB 3.1 Generation 1 Charging Port. الشاحن بتاعه بيكون 45 واط أو 65 واط تايب سي. في نهاية الحلقة لازم نقدم التحية لشركة HP على التحفة الفنية اللي أنتجتها في الجيل العاشر، وفي رأيي الشخصي في مجمل إمكانياته يعتبر هو الأفضل ما بين كل اللابتوبات الجيل العاشر المتحولة 360 درجة. ده بسبب إمكانياته اللي فعلا محترمة جدا، نقدر نقول لهواة الشكل الجميل خصوصا رجال الأعمال أو أصحاب المهن العالية. أيضا هو جيد جدا في البرمجة والجرافيكس بعيدا عن تحرير الفيديو. شكرا لحضوركم معنا الحلقة، ونتمنى منكم دعمنا باللايك والشير. موجود في صندوق وصف الفيديو رابط الستور للشراء، وأيضا موجود طرق التواصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.